اللبن الصناعي بعتبره ان هو دواء زيه زي اي دواء، يعني ما ينفعش يطلع حلويات. لو انتوا عايزين تاخدوه تعملوا بيه كريم شانتيه اعملوه، العلبه معديه ال 270. ورفقا بالرجال وارحموا الراجل، علشان خاطر برضو اقل علبه لبن بيقول فيها جاي، ولما بيجي يجيبها بيلف على 10 صيدليات، لان الدنيا مش احسن حاجه. فبقينا بنقول باختصار خالص، احنا جينا في مره كده كنت طالع بعمل ريفيو على مكنه تصفيه لبن كهرباء بتاعت السيدات، يعني للي عندهم ظرف، سواء كان سيده عامله او اللبن عندها قليل او الحلمه مش متظبطه او عاوزه تجمع اللبن وتخزنه لثلاث اربع شهور قدام عشان ظروفها تبقى احسن. فكنا بنحسب حسبه جميله كده، قلت للاب ايه، علبه اللبن الصناعي يد يا هاني، كانت اياميها يعني، خير اللهم اجعله خير، يعني اللي هو ايه ما كملناش اسبوعين ثلاثه كده، كانت علبه اللبن مثلا سي 170 جنيه، قلنا 200، العيل الصغير بيستخدم له في الاسبوع 3 علب، يبقى كده كام؟ 600، يبقى في الشهر ب 2600، قولوا 3000 جنيه، في السنه ب 36000. طب ما تدوا للام، ركز كده في الحته دي يا مؤمن، ان شاء الله حتى تكتبهم لها، بس خلاص بقى اتفق معاها على 20000 تاخدهم في ايديها، ان شاء الله حتى لو كانوا جنيهين دهب، بس رضاها طبيعي، هتعمل ان شاء الله باظت لحد ما هترضع طبيعي.